الجزائر توقع على أضخم مشروع اقتصادي مع إيطاليا. إسبانيا تراقب الوضع وتتحسر على خسارة شريكها الاقتصادي في مجال الطاقة. رئيسة الوزراء الإيطالية تصرح الجزائر شريك موثوق في مجال الطاقة. تونس تتخوف من خسارة عائداتها من الأنبوب المار على أراضيها وتعويضه بالأنبوب الجديد الذي أعلن عنه الرئيس تبون. شاهد الإعلام الإسباني كيف علق على الاتفاقيات الجديدة بين إيطاليا والجزائر في مجال الطاقة، حيث وصف الإعلام الإسباني هذه الصفقة بالعبارات التالية: جورجينا سجلت علينا هدف في الزاوية 90. Giorgia Meloni le ha metido un gol por la escuadra a Pedro Sánchez, pero sabiendo Pedro Sánchez que se lo iban a meter. No ha tenido ningún problema, porque otros problemas e intereses tendrá en la nueva relación con Marruecos. ¿Qué es lo que tenemos ayer? El supergasoducto, que para enseñarle a España cómo se hacen las cosas, H2 pero la tubería solo lleva hidrógeno. Gas, hidrógeno, verde, amoníaco y electricidad. Un supergasoducto que coloca a Italia como socio preferente de Argelia, que coloca a Italia como el hub prioritario de Europa para la distribución al centro de Europa. ويبدو أن الجزائر فرضت نفسها كرقم صعب في المنطقة. الحاجة إلى الطاقة أجبرت أوروبا على الهرولة إلى الجزائر، فالجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون بطارية أوروبا. مشروع الأنبوب الذي سينقل الغاز والأمونيا والكهرباء والهيدروجين الأخضر جعل الإعلام الإسباني يتحسر على خسارة العلاقات مع الجزائر التي أصبحت محور رئيسي في المنطقة. الجزائر التي استغلت حاجة أوروبا للطاقة لفرض سياساتها وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الشريك الإيطالي. الطاقة مقابل استثمارات ترفع من اقتصاد البلاد. مشروع إنتاج سيارات فيات في الجزائر سينطلق شهر مارس. في المقابل ستصبح إيطاليا بوابة الطاقة التي توزع لأوروبا. كما عبر الإعلام التونسي عن تخوفه من تخلي الجزائر عن أنبوب الغاز المار عبر الأراضي التونسية. الصفقة متاع القرن اللي باش تقع ما بين الجزائر وما بين أوروبا، اللي هو الأنبوب الجديد اللي باش تعمل متاع النقل، ما هوش متاع الغاز بركة، وإنما متاع الهيدروجين يتعدى من عنا يتعدى من عنا ولا ثم حديث أنه يمشي في البحر ويتعدى على سردانيا. ليش؟ لأنه في تونس لم تعد مضمونة. وكانت الجزائر قد أكدت قبل عدة شهور أنها مستعدة لتزويد أوروبا بالكهرباء، وهذا بفضل الفائض في إنتاج الكهرباء. احنا ما عندناش إلا الغاز، عندنا الكهرباء. اليوم فيه فائض تاع كهرباء. On va l'exporter. أنا بروبوزي، احنا اقترحنا عليهم، اقترحنا على بلد الدول الصديقة أننا ندير كابل يربطنا بأوروبا في أقرب نقطة مع إيطاليا، هي 270 كيلومتر، ماهيش بعيد. 270 كيلومتر يعني أقل من مسافة العاصمة مع وهران. نكابسو مهران لي من بعد الإنتاج يكون في عنابة ولا يكون محطات كبيرة تاع توليد الكهرباء. وبالأخص أنا اليوم احنا رانا نصدر، رانا نصنع لتوربين غاز. كل الإمكانيات متوفرة باش حتى اللي ما عندوش إمكانيات، ما عندوش غازوديك، نديرو الغاز نعطيه الكهرباء مباشرة. كما لم يتحمل البرلمان المغربي هذه الاتفاقية وعلق قائلا: ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم. ما عندناش الغاز وما عندناش البترول باش نشريو الدمن، ولكن عندنا إرادة قوية